اغلب الناس اللي بتروح الجيم عشان تنزل دهون اسفل البطن دايما بتلاقي الدنيا معاها صعبه ومستعصيه. ليه؟ دهون اسفل البطن دي بتكون متراكمه ممكن لسنوات طويله، فانت لما بتبدا تعمل نظام غذائي وتبدا تشتغل عليها بيبتدي الجسم تدريجيا ينزل الدهون اللي فيه، ولكن عقبال ما يروح لها بياخد وقت علشان الدهون دي بتكون مكونه من الفاست فود. وعلشان حاجه كمان مهمه هي ان اجرام الدهون علشان يتحرق بينتج 9 سعر حراري، ولكن الدهون المتواجده في اسفل البطن بتبقى 7 سعر حراري. فالجسم عشان ياخد طاقه من الدهون بيروح للدهون الحديثه اللي هي ام 9 سعر، فيبدا ياخد من هنا ياخد من هنا ياخد من هنا ياخد من هنا، وفي الاخر خالص يروح للبطن. علشان كده لازم تفضل متبع حميه غذائيه لغايه ما تتخلص من دهون اسفل البطن. ايه التمارين اللي ممكن هي تساعد على نزول دهون اسفل البطن بطريقه سريعه؟ تمارين الهيت، الهاي انتنستي، اللي هي تمارين الكارديو، وتمارين طبعا الهاي انتنستي دي اللي هي بتبقى التمارين الجيم اللي احنا بنشتغل بيها. تمارين الكارديو ديت اللي انت حضرتك بتكون شغال مثلا على التريد ميل او اي جهاز، بتشتغل باقصى سرعه من 30 ثانيه ل 60 ثانيه اقصى سرعه، وبعدين بتشتغل دقيقتين اقل سرعه. ايه اللي بيحصل في الفتره ديت؟ احنا بنعمل حاجه اسمها عجز اكسجين. الجسم علشان يعمل المجهود ده بيحصل له عجز الاكسجين، لانه عشان ياخد اكسجين وعلشان يؤدي المجهود المبذول ده بيبدا ياخد من اعضاء الجسم كلها ومن عضلات ومن الانسجه المتواجده، فعلشان بقى يعوضها بعد كده تاني ويرجع الاكسجين تاني للجسم بياخد فتره زمنيه تتراوح من 24 الى 48 ساعه. يبقى انت بعد ما تخلص تمرين مش بس عرقت في التمرين وفقدت دهون ساعه التمرين، لا، بتشتغل من 24 48 ساعه بتفضل في حاله فقدان للدهون المتواجده عندك. ولكن هذا النظام الهيت مش بنمارسه كل يوم، بنمارسه فقط مرتين في الاسبوع، وبنشتغل في بقيه الاسبوع نظام منخفض الشده او متوسط الشده. وبكده يكون انتهى الفيديو. اتمنى تعملوا لايك وشير، وانتظروني في حلقه خاصه للبطن عامه نتكلم فيها عن كل حاجه. ايه تاني ممكن نقوله؟ ايه في يعني دايما الناس اللي بتسأل على دهون أسفل البطن وبتلاقي دايما إن هي بتبقى مستعصية عليها، أحب أقول لك إن الدهون دي فعلا عمرها ما تروح. ليه؟ لأن أنت دي أغلب الناس اللي بتروح الجيم عشان تنزل دهون أسفل البطن دايما بتلاقي فيه استعصاء. أغلب الناس اللي بتروح دايما عشان تنزل درجات تتتتو. طيب أغلب الناس اللي بتروح دايما عشان تنزل درجات تتتتي. أغلب الناس يا عم انت